اكتر حاجه الناس بتجري عليها هي الامان الوظيفي، ان يبقى عندك وظيفه بتطمنك، مكان مضمون، دخل ثابت. بس الحقيقه ان الوظيفه الاكثر امانا في الظاهر هي اخطر حاجه على المدى الطويل، وبتسرق عمرك بالتقسيط. من سنه ونص خلصت ثانويه ازهريه، جبت 97%، دخلت طب اسنان، كليه قمه بقى وكده. بدات الترم الاول وكنت ساعتها في بدايه البيزنس بتاعي الخاص بالفيديو اديتنج. ما كنتش بحضر غير السكاشن لان المحاضرات كانت ممله جدا فوق ما تتخيل. كان كل مصبرني على الايام دي شغل في البيزنس، واني بدير موظفين وبتعامل مع عملاء وبقفل ديلز مع عملاء جداد وبهير وبكبر التيم، وكل يوم بشوف ازاي اسكيل واطور منه اكتر. ولكن كنت في صراع داخلي ما كانش بيدور في دماغي غير سؤال واحد بس: هل طب اسنان هو المكان والكارير اللي انا عاوز اكمل فيه؟ وفي الامتحان اللي قبل الاخير في الترم الاول خدت الريسك، قررت اغير مساري بالكامل وسبت طب اسنان وحولت بيزنس او تجاره زي ما اسميها يعني. وده لاني مش مستعد صراحه اني ادفن نفسي في مجال مش حابه لمجرد بس ان اسمي دكتور، وانه مكان امن بقى ومكانه اجتماعيه والكلام ده، زائد اني مهما تعمقت فيه مش هيوصلني للرؤيه بتاعتي والاهداف اللي انا عايز احققها في حياتي. الموضوع فيه تفاصيل كتيره جدا ممكن نبقى نتكلم عنها في فيديو منفصل. الحمد لله حاليا البيزنس بيسكيل، وده فضل وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، زائد اني بدرس حاجه بحبها. وفي الفيديو ده هقول لك على خطه ودليل شامل للفريلانسنج او العمل الحر، من اول ايه هو العمل الحر اصلا، لازاي تختار المهاره المناسبه ليك، وازاي تتقنها وتبني بورتفوليو قوي وتجيب اول عميل. من غير كلام كتير كده يلا بينا. في حياتك بيكون متاح ليك ابواب كتيره، كل واحد منهم قادر انه يكتب قصتك المختلفه، بس انت اتبرمجت انك تشوف منها عدد قليل جدا، فبتلاقي نفسك مش شايف غير بوابه الكليه، بوابه الوظيفه التقليديه، او اي بوابه اتبرمجت انك ما تشوفش غيرها. وواحده من الابواب اللي معظم الناس مش بتشوفها هي بوابه العمل الحر او الفريلانسنج. وعشان نبسط الامور، ده ماهر في يوم الحنفيه بتاعته باظت، اتصل بانور السباك، جه صلح الحنفيه، خد حقه ومشي. انور هنا مش موظف ومش مقيد بمكان عمل او شركه، عنده مهاره اللي هي السباكه، عنده عميل اللي هو ماهر. انور هنا يبقى عامل حر، فريلانسر. فلو انت مثلا بتedit فيديوهات، المهاره بتاعتك هي الفيديو اديتنج، ودي اللي انت بتقدمها كخدمه للعملاء اللي هم محتاجينها، ومش بتحتاج انك تروح شركه وتسجل بصمتك الصبح وتشتغل من 9 ل 5 والكلام ده. فالعمل الحر بكل بساطه انك عندك مهاره بتقدمها كخدمه لعميل، ومش مقيد بوقت عمل في شركه او مؤسسه. لو انت مشيت من غير بوصله هتمشي كتير جدا بس مش هتوصل، واي اختيار من غير بوصله هو انحراف حتى لو انت شايفه تقدم. فلما تختار حاجه مش مناسبه ليك، لا لافكارك ولا لقدراتك ولا نقاط قوتك، هتعيش صراع صامت حتى لو انت شكلك ناجح من بره. عشان كده خطوه اختيار المهاره من اهم الخطوات اللي انت لازم تحطها في اعتبارك، وما تستسهلش وتختار اي حاجه وخلاص. اغلب الناس لما بتيجي تختار مهاره بيختاروا الحاجه اللي عليها ضجه، مش الحاجه اللي هي مناسبه ليهم. الواحد منهم يسمع ان البرمجه بتكسب، يلا نتعلم برمجه. كول سنتر الالماني بيقبض 200,000 دولار في الساعه، يلا بقى نتعلم الماني. يسمع عن سبوبه جديده AI UGC ماركتنج كوبي رايتنج، يروح مندفع ويجري عليها على طول من غير ما يسال نفسه سؤال واحد بس: هل فعلا المهاره دي تناسبني؟ وعشان كده كتير منهم بيقف في النص وبيفشل، ويفضل يتنطط من مهاره للتانيه ومن كورس للتاني. والعيب مش في المهارات ذات نفسها، بل لانه قراره كان غلط من البدايه. لو انت مثلا بتلبس كوتشي مقاس 42 فجيت تلبس مقاس 45 فلقيته اكبر منك، هل ده معناه ان الكوتشي كبير مش حلو؟ اكيد لا طبعا، هو بس مش على مقاسك. وعشان تختار المهاره المتفصله على مقاسك هتطبق معادله اختيار المهاره. المهاره المناسبه بتساوي نقاط قوتك زائد اهتماماتك زائد امكانياتك زائد دخلها عالي. وهنتكلم عن كل نقطه بالتفصيل. اغلب الناس بتاخد قرارات وبتتصرف بعقلها اللاواعي وبتفكر من غير ما تكون فاهمه نفسها، فقراراتهم بتبقى غلط، وفي الاخر بيعلقوا غلطهم ده على شماعه الظروف والقدر. فكل ما هتبقى فاهم نفسك اكتر، كل ما اختياراتك هتبقى ادق وافضل. فادراكك لنقاط قوتك ونقاط ضعفك مش رفاهيه، ده الشرط الاول وانت بتختار المهاره. لو انت مثلا شاطر في الرسم وفاهم ادواته وستايلاته وتكنيكاته، يبقى بالمنطق السليم تروح حاجه زي الكاركتر ديزاين او ال3D او الانيميشن. لو انت سبت كل ده ورحت لحاجه زي البرمجه لمجرد سمعت انها بتكسب او عليها هايب، فانت كده خدت قرار عاطفي، وده مش هيوصلك لحاجه وهيستنزف من طاقتك. انا نفسي كنت بعمل فيديوهات اللي هي بتاعت افضل 3 بودكاستات، افضل قنوات ممكن تتابعها، افضل 3 تطبيقات للمذاكره، كنت بعمل منها كتير جدا بس مفيش نتائج. لما جيت اقدم حاجه من ضمن نقاط قوتي، كان ساعتها فيديو عن توزيع الاضاءه وتعديل الالوان، كسر 600,000 مشاهده على الانستجرام و800,000 على التيك توك، ومش كده وبس، جه من خلاله طلعت عملاء لخدمه الفيديو ايديتنج اللي بقدمها في الايجنسي. فعملت فيديو تاني كسر 1,800,000 مشاهده، وجا من خلاله اول سبونسر اللي هي شركه هولي لاند. والموضوع ده مش هتلاقيه على المستوى الفردي بس، دي قاعده شامله. في اول عهد الاسلام كان كل صحابي محطوط في مكانه الصح. سيدنا بلال بن رباح كان صوته حلو وعذب، فالرسول صلى الله عليه وسلم خلاه مؤذن. سيدنا اسامه بن زيد كان شجاع وقوي وعنده كفاءه عاليه في المعارك والقتال بالرغم ان كان سنه صغير، فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار ان هو يبقى قائد، وقاد جيش كامل في سيدنا ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وهو عنده 18 سنه بس. سيدنا زيد بن ثابت كانت عنده قدره حفظ عاليه، فالرسول خلاه يتعلم لغه اليهود وتعلمها في نص شهر. حتى كمان في البيزنس، لو انت عندك
عندك شركه وكل موظف محطوط في مكانه المناسب، الشركه هتنجح وتسكيل. وكمان في الاسره لو الاب قام بدور المناسب والام قامت بدورها المناسب، هتلاقي ان الاسره كلها سويه والاولاد اسوياء. اما لو الاب خد دور الام والام خدت دور الاب، الدنيا هتخرب. فنجاح اي مؤسسه سواء دوله او مجتمع او بيزنس او اسره بيعتمد بشكل كبير على قيام كل فرد من افراد المؤسسه دي بدور المناسب لقدراته ونقاط قوته. فنقاط قوتك هي القدره الخارقه اللي عندك، لو استغلتها صح هتوصل لاحسن نسخه من نفسك وفي وقت قصير. طب ازاي تعرف نقاط قوتك؟ بسيطه، هتجاوب على الاسئله دي واحفظها عندك عشان هنحتاجها قدام. اغلب الناس بيشتغلوا شغلانات بيكرهوها وبيكملوا انهم خايفين يكسروا الروتين اللي هم اتعودوا عليه، وفي ناس فاكره انها بتحب شغلها بس في الحقيقه انهم متعلقين باحساس الامان الوهمي اللي بيجي من الشغلانه دي. اما اللي فعلا بيشتغل حاجه بيحبها بتحسسه بتقديره لذاته هم قله قليله جدا، مش هيكسروا 1%. بص كده حواليك في الشارع، في المواصلات، او حتى الناس اللي قريبه منك، هتلاقي معظمهم في ما بينهم حاجه مشتركه، هاله من التعاسه والطاقه السلبيه اللي نابعه منهم. نفس الناس دي برضك هتلاقيهم ان هم بيوصلوا لسقف معين في الكارير بتاعهم، لا دخل بيزيد ولا خبره بتكتسب، وفقدوا المعنى من اللي هم بيعملوه. الشغل تلت حياتك تقريبا، ومفيش اسوأ من انك تعيش التلت ده وانت تعيس ومش راضي وفاقد المعنى. فاختار مهاره حاببها، لان اللي انت بتحبه هتتعمق فيه، ولما تتعمق فيه هتتقنه، ولما تتقنه ساعتها النجاح هيبقى نتيجه مش هدف. وعشان تعرف اهتماماتك بسيطه برضك، هتجاوب على الاسئله دي وما تنساش تحفظها عندك عشان هنحتاجها قدام. مش اي حاجه بنحبها هنتحرك ناحيتها فورا. لما ننزل لارض الواقع ونبص حوالينا كويس، كتير جدا حاجات بنحبها بس امكانياتنا ما تسمحش. الحب بيحدد الاتجاه، بس الامكانيات هي اللي بتحدد نقطه البدايه. فلازم نعرف ايه اللي متاح في ايدينا عشان نبدا من النقطه دي. فمش من منطقي انك تختار مهاره زي 3 دي موديلنج وانت مش متاح عندك جهاز يشغل البرامج الاساسيه لل 3 دي. طب لقيت ان المهاره دي هي نقطه قوتك ومهتم بيها فعلا، بس الامكانيات هي العائق الوحيد قدامك، تعمل ايه ساعتها؟ عندك حل من الاثنين، تمد رجلك على قد لحافك وابدا بالمتاح عندك، وده مش تنازل او ضعف، بس عشان تبدا من ارضيه ثابته، لان البدايه الواقعيه بالامكانيات المتاحه عندك احسن من انك تفضل مستني لغايه ما تتوفر لك الامكانيات دي. فلو مش معاك لاب او بي سي، ابحث واسال ازاي تمارس وتتعلم المهاره دي على التليفون. ولو عندك بي سي بس امكانياته ضعيفه، شوف البرامج البديله اللي تشتغل على جهازك الحالي. الحل الثاني انك تشتغل وتجمع فلوس تطور بيها من امكانياتك. حاول تدور على شغلانه فول تايم او بارت تايم ايا يكن، بحيث انك تجمع فلوس تطور بيها الامكانيات بتاعتك. انت مش لازم تجيب اعلى مواصفات واعلى حاجه، انت بس محتاج تجيب اقل حاجه ممكنه تقدر تشتغل بيها. والامكانيات مش في الجانب المادي بس، ممكن تكون قادر انك تصرف على الادوات بس وقتك مش ملكك، سواء بتشتغل ساعات كتير في اليوم او وراك مسؤوليات بتستهلك وقتك وتركيزك. ساعتها لو المهاره متفصله على مقاسك بس مش هتديها وقتها، برضك مش هتبقى مناسبه ليك في الوقت الحالي، وخصوصا لو هي مهاره بتطلب وقت كبير زي معظم مجالات البرمجه. وعشان تعرف امكانياتك بسيطه، هتجاوب على الاسئله دي وما تنساش تحفظها عندك. المتعه في الشغل وانك بتحب اللي بتعمله مهم جدا، بس لو مفيش مقابل مادي كبير، المتعه دي هتتحول لعبء نفسي. فلو المتعه اللي انت بتحسها وانت بتشتغل مش هتفتح لك باب لانك تبقى احسن نسخه من نفسك او تبني لك جسر توصلك بيه لاهدافك، فهي عباره عن شويه زينه متعلقه على قفص وانت مسجون جواه. خلي بالك ان الفلوس مش هدف، هي تول، اداه، هي اداه تبني بيها نفسك وتقوي بيها مجتمعك وتقوي بيها دينك. المال هو اللي بيمنحك القوه انك تقود وتاثر وتغير الواقع والعالم حواليك. الناس اللي معاها فلوس هم اللي بيحركوا كل حاجه في العالم ومتحكمين فيه. فلما يبقى معاك فلوس اكتر، انت مش بس هتحسن حياتك، انت هتحسن حياه اسرتك اللي انت جيت منها واللي انت هتبنيها واولادك في المستقبل. وبالتالي تاثيرك ده مش هينقطع، لانك هتديهم الشعله وتمررها ليهم ولكل الاجيال في المستقبل. فالفلوس ما هي الا وسيله، وهي اللي هتحدد المساحه اللي انت هتتحرك فيها. فاختار المهاره اللي هتكبر خطواتك وتخلي لحركتك معنى وتاثير. بعد ما عرفت معادله اختيار المهاره وبقيت شايف الصوره الكبيره، هقول لك على واحده من الادوات اللي هتساعدك جدا في اختيارها. طورت برومت بالاي اي هيختار لك المهاره المناسبه ليك، بياخد العوامل اللي احنا اتكلمنا عليها وبيبدا يرشح لك مجموعه من المهارات، وبيقول لك ليه هو اختار كل واحده فيهم. تعال عشان اقول لك ازاي تستخدمه. هنا كده ده البرومت فيه الاسئله وانا جاوبت عليها في نفس البرومت. هنا هاخد الكلام ده كده كله كوبي وتروح بقى لاي اداه اي اي، شات جي بي تي، كلاودي، اي حاجه، بس انا بفضل شات جي بي تي، وتحط كده هنا ايه بيست. في حاجه مهمه، وهو انت الاجابات لو انت جاوبتها بالعربي ترجمها بالانجليزي وحطها في البرومت وندوس ايه انتر. هتلاقيه هنا بقى بيبدأ يرشح لك أكتر 15 مهارة هم عالية الدخل والمناسبين لنقاط قوتك وإمكانياتك واهتماماتك اللي احنا اتكلمنا عليهم في معادلة المهارة المناسبة. بدأ اللي هو بيستعرض المهارة، الصعوبة بتاعتها، ومدة التعلم بتاعها اللي هو هتاخد وقت قد ايه، والدخل المتوقع اللي انت ممكن تعمله من المهارة دي، والسبب انه اختار لك المهارة دي بالذات. هتلاقي بقى ايه في كل ال 15 مهارة اللي رشحهم لك كده. بعد ما الاي يرشح لك المهارات المناسبه ليك، ابدا فكر فيهم وشوف ايه اللي انت مايل ليه ومتوافق معاه اكتر، وخد ودي في الكلام معاه اكنك انت بتناقش حد هو اكتر خبره منك ووصل اللي انت عاوزه.
فبعد ما انت اخترت المهاره نيجي للسؤال الاهم، وهو ازاي اتقن المهاره دي. من فتره كنت شغال على نموذج للتعلم سميته اللاب لوب، وهو عباره عن خريطه وطريق واضح عشان تبقى من 1% في مجالك وتجيب كلاينتس للخدمه اللي انت بتقدمها. وبيتكون من 3 عناصر اساسيه: learning اللي هو التعلم، applying اللي هو التطبيق، publishing اللي هو النشر. اول حاجه learning اللي هو التعلم. تعلم الاساسيات هي اهم حاجه في رحلتك، لان اساسيات اي علم زي جذور الشجره، كل ما كانت الجذور اعمق واقوى كل ما الشجره هتكبر بشكل اطول ومتماسك وهيبقى صعب اقتلاعها من مكانها. فخلي كل تركيزك انك تتعلم الاساسيات بشكل صحيح عشان شجره مهارتك تبقى متماسكه وقويه. المهم لو انت مثلا عاوز تتعلم الرسم، عمرك ما هتتعلمه الا لما تعرف حاجتين: ايه الادوات المستخدمه وازاي تستخدم الادوات دي. ففي تعلمك لاي مهاره لازم تعرف الادوات وازاي تستخدمها. عشان تعرف الادوات المستخدمه هتعمل 3 حاجات: تبحث على اليوتيوب، هتلاقي فيديوهات كتيره جدا بتقول لك اللي انت محتاجه بالظبط، تخش على جروبات الفيس وتعمل بوست بتسال فيه وشوف الناس اللي شاطره في المجال واسالهم، والخطوه دي مهمه جدا هتوفر عليك وقت كتير. بعد ما انت اخترت البرنامج اللي انت هتمارس بيه المهاره اللي هي الاداه بتاعتنا، عايزين نشوف ازاي نستخدم الاداه دي صح، وده موضوع ما فيش اسهل منه. هتخش على اليوتيوب وتسال كورس كذا للمبتدئين، هتلاقي كورسات كتيره جدا هتعلمك اساسيات البرنامج اللي انت هتشتغل عليه. ولكن ما تختارش اي كورس وخلاص، لازم تختار بحكمه. فالكورس اللي هتختاره لازم يكون بيشمل كذا حاجه. اول حاجه للمستوى المبتدئ، انت هتتعلم حاجه جديده فلازم يكون الكورس مناسب للمستوى اللي انت فيه، لانك لو شفت مثلا كورس للمستوى المتوسط او المتقدم مش هتفهم اي حاجه وهتتعقد. تاني حاجه يكون بالعربي، لازم تدرس الاساسيات بلغتك الام اللي هي العربي، لان الانسان بيفقد حوالي 75% من قدرته على الابداع لو هو درس بغير لغته الام. بعد ما انت بتدرس الاساسيات مش مشكله ان انت تمارس وتشوف فيديوهات بالانجليزي عادي، بس اهم حاجه الاساسيات تكون بلغتك الام اللي هي العربي. تالت حاجه يكون كامل مش ناقص، احيانا بيكون صاحب الكورس ما كملهوش فلازم تتاكد من النقطه دي. رابع حاجه يكون بيشمل جزء نظري وتطبيقي، الكورس لازم يبقى فيه تطبيق على الاساسيات اللي بتتشرح، وده لان الممارسه والتطبيق هم التعليم الحقيقي مش مجرد استهلاك المعلومات. على سبيل المثال لو انت عايز تتعلم السواقه، مهما شفت ناس بتسوق وناس بتشرح السواقه مش هتتعلم السواقه الا لما فعلا تمارس السواقه ذات نفسها. ما ننساش برضك انك تشوف احسن الناس في المجال وتسالهم عن احسن كورس تتعلم منه. سؤالك للناس اللي وصلوا للنجاح اللي انت عاوز توصل له مهم جدا، لان ممكن معلومه واحده بس منهم توفر عليك وقت كتير جدا. فخلي دايما انك عندك المبادره وما تتحرجش انك تسال. الحياه دي بينجح فيها الشخص اللي مش بيخاف يتحرج وما عندهوش اي مشكله انه يغلط، لانك انت لو بادرت ممكن تنجح وممكن تفشل. فلو نجحت خير وبركه الف مبروك، ولو فشلت فانت اكتسبت خبره، فانت في كلتا الحالتين كسبان. تاني حاجه عندنا في اللوب الابلاينج اللي هو التطبيق. وانت عيل صغير ما اتعلمتش الكلام بانك شفت اللي حواليك بيتكلموا، بل بانك حاولت تقلدهم وهما بيتكلموا. وما اتعلمتش المشي بانك شفت اللي حواليك بيمشوا، بل بانك حاولت تقلدهم وهما بيمشوا. التعلم الحقيقي بيجي من الممارسه والتطبيق مش مجرد استهلاك المعلومات وحفظها. كان في اقتباس لذيذ كده كان بيقول No one ever learned how to tie a tie by watching how to tie a tie. You only learn how to tie a tie by watching how to tie a tie while tying a tie. بعيدا بقى عن كل الطريقات الكتيره دي، بيقول ان محدش بيتعلم ازاي يربط الجرافطه بانه يشوف فيديو ازاي تربط الجرافطه. انت بتتعلم ازاي تربط الجرافطه بانك تشوف فيديو ازاي تربط الجرافطه وانت بتربط الجرافطه. فاغلب الناس مش بيتعلم لانهم بيلفوا في دايره لا نهائيه من الكورسات، طول وقتهم بيتنقلوا من كورس لكورس ومن فيديو لفيديو، بس مفيش اي ممارسه. الاتقان بيجي من انك تبني بروجكت حقيقي وتمارس وتطبق اللي انت اتعلمته. الشخص اللي بيستهلك وبيتعلم من غير ما يطبق زي اللي بيجمع سيوف وبيعلقها على الحيطه بس عمره ما دخل بيها حرب. السيوف شكلها مرعب بس من غير دم، من غير معركه حقيقيه ولا لها اي لازمه. ولان الموضوع ده في غايه الاهميه هتلاقي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. عاوز يبقى عندك علم مارس طلب العلم، عاوز تبقى حليم مارس صفه الحلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث وضح مفهوم مهم جدا قادر ان هو يغير حياتك ويوصلك لليفل تاني خالص. بيقول لك انك عشان تتحلى بصفه لازم تمارس الصفه دي، ومش كده وبس، ده انت هتمارسها وتتعود على ممارستها. والدليل على ده التعبير بمعنى المضارعه، تعلم وتحلم. يعني هتمارس الصفه دي وتتعود عليها لغايه ما تبقى جزء لا يتجزأ من هويتك. ازاي بقى تمارس المهاره؟ حياتك من اول ما تتولد لغايه ما تموت عباره عن بروجكت. نزولك من البيت لغايه ما تروح تصلي في المسجد بردك بروجكت. لو انت مثلا بتطبخ، الاكله اللي انت هتعملها دي بردك بروجكت. البروجكت هو شويه مهام هتعملها عشان تحقق بيها هدف معين وفي وقت محدد. فالممارسه بكل بساطه هي انك تبني بروجكتات. ازاي؟ انت مثلا اخترت مهاره الفيديو ايديتنج عشان تتقنها وتتعلمها، هتشوف اشطر الناس في المجال وتخش على البورتفوليو بتاعهم اللي هو معرض الاعمال بتاعهم. شوف البروجكتات اللي هم عاملينها، اختار واحد منهم وقلد البروجكت ده، وده بانك هتحمل الفيديو وتحلل كل حاجه فيه. انت هنا بتكسر البروجكت الكبير لحتت صغيره، ولما يقابلك حاجه انت ما تعرفهاش ابحث عنها بكل بساطه. لقيت مثلا ان التكست مكتوب بطريقه معينه، خش على اليوتيوب وابحث ازاي تكتب التكست بالطريقه الفلانيه وهكذا. وخلي بالك ان عقلك مش هيتطور الا لما تتحداه وتحطه تحت ضغط وظروف اعلى شويه من امكانياته. زي السيف بالظبط، كل ما السيف بيحتك
تحتك بمواد اكتر صلابه كل ما يبقى حد اكتر. فالتعلم هو انك تحل مشكلات، مش انك تجمع اكبر قدر من المعلومات. ونفس الطريقه دي هي اللي انا اتعلمت بيها الفيديو اديتنج. انا ما كنتش بستهلك كورسات طول الوقت، لان انا كنت بصنع محتوى فمحتاج امنتج الفيديوهات بتاعتي. فلما بقى عاوز اعمل افكت معين او ترانزيشن معين بروح ابحث عنه على طول، وببحث عن الحاجه المحدده اللي انا عاوز اعملها في الفيديو بتاعي. ومع كتر الفيديوهات اللي انا بعملها بعطل في حاجات كتير، فاروح ابحث عنها فاتعلم لغايه ما وصلت لمرحله كويسه في الفيديو اديتنج. الخلاصه، شوف اشطر الناس في المجال، خش على البورتفوليو بتاعهم، اختار بروجكت، كسره، فهتقابل مشكله فتحلها، وهكذا. مع كثره بقى تكرار العمليه دي هتكون اتقنت المهاره. المرحله الاخيره والثالثه في اللوب الببلشنج، اللي هو النشر. لو انت شاطر في حاجه، انا هعرف منين انك شاطر فيها من غير ما توريني شغلك؟ انت مش محتاج تطبق اعلانات وتوزعها بعد صلاه الجمعه، ولا انك تدفع ملايين لقناه الفوزينيه عشان تعرض اعلان لمده 5 ثواني. انت مش محتاج تعمل كل ده. السوشيال ميديا اتاحت لاي شخص في اي وقت في اي مكان يعرض اي حاجه هو عاوزها. ايوه، هي خلت ناس معتيه كتير مالهمش اي لازمه في الحياه يعرضوا اللي هم عاوزينه، ولكن احنا هنستغلها لصالحنا وللرؤيه بتاعتنا. عارف بقى البروجكتات اللي انت فضلت تكسرها لحتت وتقابل مشاكل وتبحث لها عن حل وتحلها؟ هي دي البروجكتات اللي انت هتبني بيها معرض اعمالك وتنشرها على السوشيال ميديا، واللي من خلالها هيجي لك عملاء بيطلبوا الخدمه اللي انت بتقدمها. طب ازاي هتنشر شغلك على السوشيال ميديا؟ في 3 طرق تقدر تنشر بيها شغلك على السوشيال ميديا. اول حاجه انك تنشر البروجكت. انت مثلا صممت شخصيه كرتونيه، انشر التصميم ده بشكل كويس. عملت اديتنج الفيديو، انشر الفيديو ده بيفور وافتر في ريل. تاني حاجه انك تنشر مراحل العمل بتاعه البروجكت ده. فلو مثلا انت صممت شخصيه كرتونيه، هتكلم في فيديو ريل صغير المراحل اللي انت عملتها عشان ترسم الشخصيه الكرتونيه دي. ازاي جات لك فكره الرسم، رسمت مسوده في الاول، بعد كده دخلت على برنامج الفوتوشوب ورسمت الرسمه بشكل النهائي، البروسيس كلها. واهتم جدا بالستوري تيلينج او السرد القصصي وانت بتعمل الفيديو. تخيل ان المراحل اللي انت عملت فيها البروجكت عباره عن حكايه، واحكي الحكايه دي، هتلاقي تفاعل كويس عليها. وده لان الطبيعه البشريه بتحب تسمع القصص والحكايات، ودايما بتنتبه وبتشد ليها. والدليل على كده ان معظم الناس بتقرا روايات اكتر من الكتب العلميه، وبتحفظ ايات القران اللي فيها قصص زي قصه سيدنا يوسف، سيدنا موسى، قصه اصحاب الكهف، اكتر من الايات اللي فيها احكام. ثالث حاجه، اشرح للناس. لما انت بتشرح حاجه لواحد، 2 بيتعلموا، انت والشخص اللي انت شرحت له. لانك لما بتيجي تشرح معلومه لحد بتحاول تبسطها له بقدر الامكان، فبتعمق فهمك للموضوع اكتر، وبالتالي خبرتك في المعلومه بتزيد. انت مش لازم تعمل كورس بتشرح فيه اللي انت اتعلمته، اختار مشكله صغيره واشرحها للناس بكل بساطه. وميزه الشرح انه بيحطك موضع الخبير بالنسبه للمشاهد، وده لانك لما بتشوف حد بيشرح حاجه معينه بطريقه لا واعيه بتاخد عنه فكره ان فاهم في الحاجه دي. تخيل بقى ان الشخص اللي شاف الفيديو ده اللي انت بتشرح فيه هو صاحب عمل او شخص عاوز المهاره دي، وشاف الفيديو بتاعك بالصدفه وهو بيسكرولنج على السوشيال ميديا، هيبقى في نسبه انه يتواصل معاك عشان يطلب الخدمه اللي انت بتقدمها. اللوب دي هتفضل تكرر خطواتها طول ما انت دخلت في عالم الفريلانسنج، مع تغيير بسيط بس في اول خطوه. احنا قلنا ان انت هتتعلم الاساسيات، بعد كده انت مش هتحتاج تتعلم الاساسيات كل شويه، بس هتتعلم في المهاره ذات نفسها، وتفضل تكرر العمليه، تتعلم، تطبق، تنشر، تتعلم، تطبق، تنشر، وهكذا. بعد ما هتكون انك وصلت لمستوى كويس في المهاره وبقيت تشتغل وبقى عندك قاعده عملاء كويسه وبتحقق دخل محترم، هتوصل انك مش هتقدر تستقبل غير عدد معين من العملاء تشتغل معاه، وده للاسف هيكون سقف الدخل بالنسبه لك. فعشان تزود عدد العملاء لازم تبني فريق، وبنائك للفريق هو هيكون بمثابه البذره لشركه متخصصه في المهاره دي، زي ما انا عملت بالظبط في الايجنسي عندي. وده باذن الله انا هنتكلم عنه في المرات الجايه، وهو ازاي تحول المهاره بتاعتك لبزنس ناجح. كل اللي انا ذكرته في الفيديو ده هتلاقيه في كتيب صغير في صندوق الوصف، وما تنساش تنضم لكوميونتي التليجرام، هتلاقيني بنشر هناك حاجات ممكن تستفاد منها. وبس كده، سلام.